والله انا ما انا مصدقه ان انتوا لغايه دلوقتي لسه بتلفوا عليه عشان تشتروا الشريط الواحد ب 490 جنيه، وانتوا بمكونين اتنين بس، وفي اقل من ربع ساعه حرفيا هتشوفوا النتيجه قدامكم احسن بكتير من الادويه اللي انتوا بتلفوا عليها. انا عارفه ان انت لفيتي على العلاج ده كتير وما عدتيش لاقيه خالص، وما انتش عارفه تقفي على رجلك من تاني. طيب اديني فرصة بس ان انت تستخدمي الوصفة دي بمكونين اتنين وتمنهم اقل من جنيه. ايوان اقل من جنيه في اليوم الواحد، وشوفي النتيجة قدام عينيكي في اقل من 10 دقايق بالظبط. يلا بينا نشوف الطريقة. بس اتمنى ان هي لو عجبتكم بقى ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الجميلة الحلوة اللي بتسعدني، وكمان بقى يشرفني ويسعدني وتاج على راسي كمان انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفة وطبخة مع لولا. النهاردة وصفتنا جميلة جدا، وصفتنا فعلا من الوصفات الحصرية اللي صعب تلاقوها في مكان تاني ابدا. والله انا عارفة ان انتي شفتي وصفات كتير وكمان جربتي، بس الوصفة دي بقى انتي هتشوفي نتيجتها في الحال. لا تقولي علاج ولا ادوية ولا وصفات شفتيها قبل كده، ولا حتى انت رحت لدكاترة كتير وعملت جلسات. النهاردة بقى هنعمل وصفة حلوة جدا، والاهم من ده كله ان المكونين الاتنين مع اي عطار هتلاقيهم موجودين، وفي نفس الوقت رخاص جدا. يعني لو جبتي من كل نوع ب5 جنيه هيكفيكي والمدة طويلة جدا. فيلا بينا كده نقول بسم الله ونشوف وصفتنا عبارة عن ايه، والمكونين اللي معايا عبارة عن ايه. واهم حاجة في الوصفة بتاعتنا ان احنا نستمر على الوصفة ما يقلش عن اسبوع، لان لو استمرينا عليها يوم واتنين وفوتنا التالت مثلا وشوفنا نتيجة كويسة، هنرجع تاني نلاقي ان النتيجة رجعت تاني. فاقل حاجه نمشي عليها لمده اسبوع. ولو مشينا على الوصفه دي لمده طويله جدا ما تقلقوش، حتى لو في ضغط في سكر في اي مشاكل تانية بفضل الله الوصفه دي ما فيش لها اي اضرار بفضل من الله سبحانه وتعالى. اهم حاجه بس ان احنا على قد ما نقدر نستمر على الوصفه وناخدها بالطريقه الصح اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. واول مكون معايا في الوصفه بتاعتي وهو المكون ده، هو الشوفان. ودي حبه كامله يا جماعه، وانا بقربها لكم خالص من الكاميرا عشان تشوفوها. طبعا في حب شوفان بس بيكون لونه غامق يعني بني كده. ده بصوا بيكون مخزون لمده طويله. وطبعا عاوزه اقول لكم ان الشوفان لازم تكون طريقه تخزينه الصح عشان ناخد فعلا منه نتيجة. طيب التاني مكون معايا وهو الشاي الاخضر. ايوه الشاي الاخضر، بس ابدا ما نستخدمش الشاي الباكت، لان الشاي الباكت اصلا منضاف ليه اضافات تانية. فانا بستخدم الشاي الاخضر، انه الشاي الاخضر اللي هو السايب يعني اللي هو بيكون عامل زي الشاي التاني في علب بالشكل ده كده، وبيكون جواه كده في اكياس. طبعا اي نوع، مش لازم خالص النوع اللي انتوا بتشوفوه قدامكم ده، اي نوع. المهم ان احنا ما نستخدمش الباكيتات، لان الباكيتات دي اصلا مش عبارة عن شاي اخضر بس. تمام كده. يبقى انا معايا مكونين اتنين بس، عبارة عن الشوفان وعبارة عن الشاي الاخضر. طيب احنا هنحضرهم ازاي؟ تعالوا بينا نشوف الطريقة. وفي الاول كده انا هبدا ان انا اجيب كوبايه تكون كبيره معايا، تكون سعه 250 مللي او ممكن نزود كمان. وانا معايا هنا معلقه صغيره كده بمعالق الشاي من الشوفان اهيت، وكمان زيها بالظبط معلقه كده من الشاي الاخضر. تمام كده تمام. اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا النهارده ان احنا ما ينفعش ابدا نستخدم فيها اي سكريات باي شكل. دايما السكريات يا جماعه لها عامل كبير جدا في ان احنا نفسد الماده الفعاله في الاعشاب بتاعتنا، فمش هنستخدم حتى العسل النحل. تمام كده. بعد كده هبدا ان انا اقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده كده، الاتنين مع بعض اللي هو الشوفان والشاي الاخضر. بعد ما قلبتهم كويس هيكون معايا دلوقتي بقى ايه المكون التالت اللي احنا هنضيفه، وركزوا معايا كويس قوي. بصوا بقى دلوقتي انا هضيف ايه، ربع معلقه صغيره من الجنزبيل او الزنجبيل زي ما انتوا بتقولوا عليه. ما تزودوش عن الكميه دي، ربع معلقه من معالق الشاي يا جماعه. ببدا ان انا اضيفها كده، وبعدين ببدا ان انا اديهم تقليبه وامزجهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده كده. تمام اوي كده. بعد ما مزجت بقى الشاي الاخضر والشوفان وكمان ربع معلقه صغيره من الجنزبيل، وما تزودوش عن الكميه دي في الجنزبيل لان هقول لكم ليه دلوقتي. دلوقتي بقى انا غليت الميه في الكتل، وبعد ما غليتها سبتها لمده دقيقتين اتنين. يعني انا عاوزه درجه الحراره دي تكون درجه حراره 80 درجه مئويه، واحنا ما عندناش ترمومتر. طب نجيبها ازاي؟ نغلي الميه وبعد ما تغلي نسيبها دقيقتين اتنين، وهتشوفوا دلوقتي.
جاهزين بقى ان احنا ننزل على الميه عليه بالميه بالطريقه دي كده. وعلى طول بقى من اول تقليبه بيكون في ايدي على طول الغطا، لازم نغطي بالشكل ده يا جماعه. وبسيبه بقى لمده اقل حاجه اسيبه لمده دقيقتين 2 ل3 دقايق، من دقيقتين ل3 دقايق. وبعد كده بنكشف عنه، طبعا شايفين الغطا طبعا بيحافظ على الزيوت المتطايره. بعد كده بقى بنبدا ان احنا نشرب المشروب بتاعنا، والمشروب ده بيتشرب الصبح على في اول ما نصحى من النوم. اول حاجه نعملها هو ان احنا نشرب المشروب بتاعنا ده. واهم حاجه ان بعد ما نشرب المشروب ده نشرب كميه سوائل على قد ما نقدر. يعني ممكن نشرب 2 لتر على قد ما نقدر، على اقصى نوصل لاقصى حاجه لارادتنا تقدر بيها. وطبعا ما ينفعش خالص ان احنا نشرب ميه متلجه، لان الميه المتلجه انتوا عارفين لها اضرار كتيره جدا معانا، اللي هي بتجمد معانا دهون البطن، اللي هي بتسبب لا قدر الله في مشاكل كتيره جدا، وبتكون كمان دهون الاعضاء. طيب الحل معانا ايه؟ ان احنا نشرب الميه، ممكن تكون برد بسيط، او يفضل ان هي كمان لو كانت بدرجه حراره المكان او الغرفه. طيب الوصفه دي كمان هناخدها على في وبس؟ لا، بناخدها على في مره وقبل النوم مره. والاهم من ده كله ان احنا نستمر عليها لمده 7 ايام. طيب ايه هي نتيجه الوصفه دي؟ اول حاجه الوصفه دي بتسحب كل السوائل الموجوده في الجسم، يعني بتخلص الجسم من اي ميه زايده. عندنا تورمات في القدمين، في الايدين، عندنا تورم كمان في الوجه. الناس اللي لا قدر الله عندها الام في المفاصل وتكوين ميه في منطقه الركبه، الوصفه دي حلوه جدا لسحب الميه والسوائل الموجوده. الناس لا قدر الله اللي عندها ميه على الرئه، كمان الناس اللي عندها مشاكل ودهون على الكبد والكلى، هي كمان بتعالج الدهون دي وبتقلل من الدهون المتراكمه على الاعضاء. ده مش بس كده وخلاص، لا، الوصفه دي كمان حلوه جدا للناس اللي عندها ضغط وسكر لا قدر الله، لان هي بتساعد على تثبيت ضغط الدم بتاع الجسم، ده بفضل الشاي الاخضر مع الشوفان. وانتوا عارفين طبعا ان الجنزبيل بيعلي الحرق جدا في الجسم. ومش بس كده، كمان ده هو بيظبط منسوب او مقاومة الانسولين. فالوصفة ما شاء الله اللهم بارك، وصفة ممتازة جدا، وصفة من الوصفات اللي تتمسكوا بيها ودايما تجربوها. الوصفة دي على الأقل استخدموها لمدة 7 أيام. قبل ال7 أيام طبعا مش هنشوف نتيجة، ولكن مش النتيجة اللي احنا كنا متوقعينها. الحمد لله ان النتيجة بتكون سريعة جدا، بس أفضل حاجة الاستمرارية على الوصفة دي. ولو استمرينا عليها لمدة شهر كمان هناخد أفضل نتيجة في ان هي بتعلي الحرق، بتمنع امتصاص الدهون، بتقلل من دهون الاعضاء، بتسحب كل السوائل الموجوده في الجسم مهما كان جسمنا معبي سوائل، فناخد منها افضل نتيجه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتتمسكوا بيها كمان وتستمروا عليها، واشوفكم ان شاء الله